بيحكي صاحب القصة وبيقول: أنا كنت وحيد أبويا وأمي، وكنت عايش عيشة مقدرش أوصفها. كل طلباتي كانت مجابة. أمي عودتني على نوع تربية معينة، كانت بتكلمني في كل حاجة، وكانت بتشرح لي أي حاجة. حتى لما كبرت وبقى عمري 24 سنة كانت بتعاملني كأني لسه واحد صغير، مع إني بقيت شاب كبير. أبويا وأمي كانوا متجوزين عن حب، وكانوا أصلا زملاء في كلية قبل الجواز، وكان بينهم تفاهم كبير. لكن طبعا التربية اللي أنا اتكلمت عليها، وإنه أي حاجة كنت بقول عليها بتحضر. لكن بعد ما وصلت سن 5 سنين أبويا وأمي سافروا دولة تانية، كانت دولة أوروبية، وهم عاشوا هناك وكانوا بيشتغلوا هناك. لكن هم ما أخدونيش معاهم، وأمي كانت سايباني مع أمها، وأنا كنت الحفيد الوحيد. فعشان كده هي كانت بتحبني جدا، وهم كانوا بينزلوا كل سنة. لكن أنا معرفش إيه اللي اتغير، عشان بقوا سنة بعد سنة كل ما ينزلوا بيبقوا ناس بالنسبة لي عاديين. ما بقيتش بحبهم، وبقيت بحس كأني ماليش حد، مع إن جدتي وجده كانوا بيحبوني وبيهتموا بيا. ولما كانت أمي وأبويا بيجوا كنت بقول هما هياخدوني معاهم، لكن ده ما حصلش. وفي مرة من المرات اللي كانوا بيجوا فيها اتضح إن هما خلاص ما بقوش مع بعض واتطلقوا. لكن أنا معرفش ليه، بيقولوا مشاكل كبيرة، بس مش عايزين يعني حد يعرفها. لكن بعد كده عرفت إنه أبويا اتجوز في البلد اللي هو عايش فيها، وبقى يتصل عليا قليل ويسأل فيا كل فين وفين. لكن ماما كانت بتسأل على طول، وكمان ما اتجوزتش، هي قعدت لوحدها بعد طلاقها. وبعد طلاق ماما ب5 سنين جدي وجدتي توفوا، وأنا بصراحة افتقدتهم أوي، وكانوا هما السند ليا في الحياة. بعد كده بقيت لوحدي، لكن ماما بصراحة ما تأخرتش عليا. وبعد تقريبا 6 شهور من وفاة جدي وجدتي أمي خدتني معاها عشان أعيش معاها في البلد اللي هي فيها. وكان عمري ساعتها 20 سنة، وأمي كان في عمرها 44 سنة. رحت هناك وكنت شايف حياة تانية ودنيا تانية خالص. كنت عايش مع أمي في البيت ده، لكن كنت حاسس إني عايش مع واحدة تانية غريبة عليا، عشان بقالها سنين وهي في الغربة، وكانت بتيجي كل سنة. بس عشان كده مش حاسس ناحيتها إنها أمي. وكمان هي كانت بتعاملني نفس المعاملة، كنت حاسس بيها على طول إنها معتبراني شاب غريب عليها. وأنا كنت شايفها واحدة ست معايا جميلة وأنيقة، مش هي أمي اللي كنت بعرفها زمان وأنا صغير. كنت بتمنى إن أنا أرجع أعيش نفس العيشة اللي كنت عايشها زمان مع جدي وجدتي، بس الظروف هي اللي خلتني أعيش معاها. كنت شايفها على طول إنها إنسانة جاف وما عندهاش أي مشاعر، يعني ما عندهاش حنية الأم على ابنها. معرفش ليه هو البعد اللي عمل كده، ما هو المفروض ده إحساس عند الأم بالفطرة. بس أنا عمري ما حسيت إنها بتحبني. زمان كنت بحس بكده، لكن دلوقتي والعيشة اللي أنا عايشها معاها خلتني أشوفها واحدة تانية. كان كل همها شغلها وبس، وكانت كمان كل ما ترجع من شغلها
وأنا برجع من الجامعة بلاقيها قاعدة بتتفرج على الأفلام اللي هياهم. ما كانتش يعني بتخبي الحاجة دي وهي بتتفرج عليها، ده كان بالنسبة لها عادي حتى قدامي، وما كانش فيه أي مشاكل. أنا معرفش هي من زمان كانت كده أو البلد اللي هي عاشت فيها. وعدت الأيام والشهور وإحنا على نفس الحال، يعني بترجع من شغلها تتفرج على الأفلام اللي هي عايزة تتفرج عليها، أو ممكن تدخل أوضتها وتقفل عليها حسب هي ومزاجها، وعمرنا ما قعدنا واتكلمنا مع بعض أو قربنا من بعض كأي أم وابنها. كان أغلب وقتها ماسكة الموبايل وقاعدة بتتفرج يا في الصالة أو أوضتها، أي مكان، يعني ما كانش بيفرق معاها إني أسمع أو أشوف الحاجات دي. وفي يوم وأنا معدي رايح المطبخ بتقولي تعالى جنبي عشان تتفرج معايا. قلتلها تتفرجي على ايه؟ قالتلي تعالى وشوف. انا عملت نفسي مش عارف، وانا اساسا من خلال الصوت فاهم وعارف كل حاجة. المهم قعدت جنبها، قعدنا نتفرج، وبصراحة أنا كنت أول مرة أقعد مع ماما وأشوفها بتتفرج في الحاجات دي، وقعدنا نتفرج لحد ما خلص الفيلم. بصراحة بعديها أنا مش فاكر ولا عارف إزاي حصل ده. كنت زعلان من نفسي ومتضايق جدا، لكن هي العكس. أنا معرفش ليه عملت كده، لكن من خلال إنها هي كانت مرتاحة والموضوع كان بالنسبة لها عادي، خلتني أنا كمان أشوفه بسيط وعادي. عشان كده اتكرر كتير، اتكرر كذا مرة، وهي ما كانش عندها حاجة اسمها حرام وحلال أو ده ينفع وده ما ينفعش. وزي ما قلتلكم ما بقتش عارف أم البلد اللي هي عايشة فيها هي اللي أثرت عليها ولا إيه اللي حصل. وعدت الأيام على كده وخلاص. أنا كنت خلصت تعليمي ودورت على شغل واشتغلت والحمد لله، بس كنت لسه عايش معاها. ساعات أنا كنت بروح أزور بابا عشان هو كان لسه في البلد دي، بس كان في مدينة تانية بعيد شوية عن سكن ماما، وكان هو خلاص اتجوز واحدة تانية وخلف منها بنت. ماما في الوقت ده كانت تعبت جدا، ولما راحت للدكتور وكشفت قال لها إنه عندها المرض الوحش، وهي ساعتها عرفت اللي كانت بتعمله غلط، وما عادتش بتتفرج عليه تاني، بقت واحدة بتخاف ربنا. بعد ما كانت ما بتقولش على دي حرام ولا دي حلال، كل حاجة عندها حلال. وساعتها قالت لي خلاص، أنا الحاجات اللي كنت بعملها غلط وأنا مش عارفة أتوب عنها إزاي، ربنا هيسامحني عليها إزاي. وطلبت مني أنا كمان أقرب من ربنا. كنت بصحى من عز نومي عليها وهي بتصلي وبتدعي ربنا بصوت عالي. حسيت قد إيه أنا كمان غلطان وندمان على اللي عملته وعلى اللي حصل مع أمي، وأنا كمان بقيت زيها بدعي ربنا كل دقيقة إنه يغفر لي على الحاجات اللي إحنا عملناها. أما لحد الوقت ده أمي بتعاني، حالتها ما كانتش بتتحسن خالص، وأنا بقول مع نفسي يا ريتني كنت واعي بحجم الغلط زي ما أنا واعي بيه دلوقتي، ما كنتش هعمله، عشان أنا فعلا ندمان جدا. ويا ريت لو الزمن يرجع بيا ورا عمري ما كنت هعمل حاجة زي كده، لأنه بصراحة شايف أمي وهي تعبانة زعلان جدا عليها، وكل يوم بلاقيها بتصلي وتدعي وتطلب ربنا يسامحها
على كل حاجة هي عملتها، وأنا بصراحة خايف عليها جدًا.